اهلا وسهلا يوتيوب فاميلي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. فكما كتشوفوا اليوم من خلال العنوان غادي نشارك معكم مقتطفات من الاحداث اللي وقعوا في السيمانه الاولى من بعد الولاده. فحاولت نصور لكم شي شويه من كل نهار. غنبدا معكم باول حاجه. فكما كتعرفوا الحما ديالي حماتي كانت في العمره، وفاش جات كان ضروري انها دير صدقه حفله يتجمعوا فيها الحباب والصحاب. وسبحان الله تلاقات مع الزياده ديال لقمان، فاحتفلنا في نفس النهار بالثلاث ايام ديال لقمان وبالقدوم ديال حماتي من العمره. الوغ بالنسبه للبوفيه البنات راه كل شيء تحضير منزلي. كل واحد دار لا توش ديالو. فبالنسبه للصابلي بريستيج، لي ماغنوم، لا تارت، لي كوب كيك، كاملين البنات صوباتهم الكونياده ديالي اللي ما شاء الله دائما مبدعه، دائما لا في المذاق لا في الشكل. كنتمنى لها كل خير. ودايوغ غادي نشارك معكم اليوتيوب ديالها. كتشارك فريمون افكار روعه، كيفاش تقادوا الحلويات، كيفاش تقادوا هادشي ديال لا باتيسري. عندها فريمون ما تقول. فدخلوا عندها وتابوناو معها، واكيد انكم غادي تستافدوا معها من الافكار والنصائح اللي كتعطي. بالنسبه لا ديكوراسيون ديال لا طابل ديال بوفيه البنات كلفات بها الكونياده ديالي وحده اخرى حتى هي ما شاء الله عليها مبدعه في هادشي ديال الديكوراسيون. دخلوا عندها لاشين يوتيوب، غادي اكيد تستافدوا معها كل ما يتعلق وما يخص من النصائح المنزليه. وفي اليوم الموالي البنات من بعد ما ارتحيت عند خالتي الحمد لله، دوزنا الحفله. رجعت لداري باش نكملوا لي طرافو اللي خاصنا، حيت كنت مازال ما كملتش الغرفه ديال لقمان. دونك غادي نصبغ هاد لابارتي هادي بالابيض باش هكا تفتح في لا شامبر. وهنا كان عمي الله يخلي له صحته كيعاوننا. وهنايا كما كتشوفوا لي كادو اللي جاوا البارح في العراضه عند لقمان. من بعد فاس لينا الصباغه صراحه جا ديكور واعر. علقت هاد لي 3 طابلو. الطابلو الوسطاني علقت فيه كاع المعلومات اللي كتعلق بلقمان، النهار اللي تزاد فيه، شحال كان فيه من كيلو، مهم معلومات هكا خفيفه ظريفه. وعلقت ليه هاد لي سيتاسيون لي دو فيهم لا سيناتور ديالو لقمان. صراحه جا الشكل ديالهم زوين بزاف، فتح في لا شامبر واستعملت نفس الالوان اللي كاينين في لوتر كوتي، الصفر والخضر. وهذه هي النتيجه النهائيه. وهنا يا البنات كان اول نهار غادي نخرجوا مع لقمان. يعني هكا كنتمشاو حيت راكو عارفين لا سيمين الاولى كدوز شي شويه شارجي، لي رونديفو مع الطبيب البيدياتر. هنا كنا غاديين باش نسجلوه معنا في لا سيكوريتي سوسيال. وباش نكون صريحه معكم البنات، الخرجه مع ام بيبي فريمون ماشي سهله، خاصكم توجدوا له حويجاتو البيبرون اكسيتيرا. مي الحمد لله بدينا كنتولفوا مع سيتوياسيون جديده. الوغ هنا البنات هاد الصباح هذا توصلت بواحد لو كادو اللي فريمون فرحني من عند واحد السيده عزيزه عليا بزاف. الوغ هاد الكادو البنات الكادو ديال
بوش بريزنت. هاد الكادو اللي كنعطيوه للمراه من مور ما كتولد، كنشكروها على لي زيفور اللي دارت، على المعاناه اللي دازت عليها. ففريمون كان ان جيست زوين صراحه، وكنت محتاجه في هذا الوقت حيت فريمون كيطلع المورال. فكان عباره على ان بون داشا في واحد لو سونتر اللي كيديروا ديبيلاسيون. الوغ دايوغ هما عندهم بزاف ديال لي سيرفيس، عندهم ديبيلاسيون، عندهم تو سكي كونسيرن مانيكور البيديكور اكسيتيرا، وعندهم حتى لي ماساج ريلاكسون. الوغ انا فيو كو كانت عندي واحد المناسبه قريبه الحفله ديال لقمان، قلت من الاحسن انني نصاوب طفيراتي غيكون احسن، حيت لا ديبيلاسيون في داك لو مومون ما كنتش محتاجاها. الوغ فوالا انا حاولت نصور لكم شي شويه من لو سونتر، وغادي نخلي لكم في البار دانفو ولا هنايا في الفيديو كاع المعلومات اللي تقدروا تحتاجوها الا بغيتوا تمشيو لهاد لو سونتر. والناس اللي خدامين فيه ظريفين بزاف بزاف بزاف، هذا هو اللي عجبني اكثر في هذا لو سونتر، وصراحه الخدمه ديالهم متقونه. وفي نفس النهار البنات توصلنا بواحد لو باكي اللي كان فيه واحد الكادو ديال لقمان. وصلنا من الخدمه ديال راجلي كيباركوا ليه على المولود الجديد. ففريمون كان ان جيست زوين، وكان عباره على دي تروك بيرسوناليزي فيهم السميه ديال لقمان. وهنا البنات كنكونوا وصلنا النهار السابع من بعد الولاده ديال لقمان. فقلت ما فيها باس نتجمعوا مع العائله ونفرحوا شي شويه، وفي نفس الوقت نديروا التحميمه الاولى ديال لقمان على الطريقه المغربيه بالصلاه والسلام والشميعات. فخليكم حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا داكشي كامل على حقه وطريقه، وما نطولش عليكم الهضره. نتلاقاو في اخر الفيديو.